السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جاية النهاردة في فيديو حماسي قوي، فيديو ما بيختلفش عليه اتنين في اي حد هيدوق مني الكشري. بصراحة يعني برأيي كل اللي اكل مني، قرايبي، صحابي، اي حد اكل مني الكشري بيقول الكشري بالذات بتاعك لا يعلى عليه. بكل التركات النهارده وبكل الخطوات البسيطة هنعمله مع بعض. معايا كده اول ما بدأت خالص مليت حلة عندي صغيرة زيت، وهي نص ازازة زيت كاملة بستخدمها في الوصفة كلها. كتير؟ لا مش كتير، هقول لكم في النهاية انا بقى قد ايه واستخدمت زيت قد ايه وبيقضي ازاي، وازاي ما بستخدمش اكتر من الكمية اللي انا ببقى اقلي فيها البصل. حطيت برضو نقعة العدس بجبة، مليت حلة المية اللي هسلق فيها المكرونة. وانا برتب الحاجة كده بالراحة. الكشري ما بيقعدش معايا ساعة وبيكون خلصان من كل مكوناته، من صلصة، من دقة، من شطة، من كل حاجة. وازاي البصل يطلع معاكي مكرمل ولونه ذهبي. اول حاجة معايا 4 بصلات كبار، بقطعهم كده بالسكينه من غير كب عادي، جوليان او حلقات، ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، وسط كده. وبتبلها كده بملح ودقيق، وبتطلع معايا مقرمشه جدا 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 ولونها ذهبي، وهتشوفوا دلوقتي بعد ما اعملها هتبقى عامله ازاي. بقطع كده البصلايه لو كبيره بقطعها 4 ارباع، وبقوم على طول مقطعاها حلقات جوليان. بعد ما قطعت البصل حلقات بقوم نازله عليه على طول بمعلقتين 3 من الدقيق، على حسب كميه البصل اللي انت عاملاه. كيلو الدقيق بياخد معاكي، كيلو البصل بياخد معاكي من 3 ل 4 معالق من الدقيق. ونقلبهم كويس كده، ورشه بسيطه خالص من الملح. وعلى طول في الوقت اللي انا بدات احط فيه الدقيق هو الوقت اللي سخن فيه الزيت. ما ينفعش اعمل الدقيق في قلب البصل واركنه يعجن في جنب. على طول كده هقلب البصل في الدقيق. اول ما يسخن معايا جامد الزيت هقوم نازله بالدقيق بالبصل اللي عندي اللي انا قلبته في الدقيق. يبقى هنقلب البصل بالدقيق وفي نفس الوقت الزيت بيسخن معايا، عشان لو ركنت البصل بيعجن في الدقيق. فعلى طول كده وهو مفرفر بقوم شايلاه كده ومفضاه من الدقيق، واقوم منزله في الزيت السخن. بفضل اقلب فيه لحد ما كله كده يفرد في قلب الحله بتاعتي. وبعد شويه بقوم مقلبه تاني، عشان اقلب يبقى ياخد كله، مش جزء يغمق وجزء يبقى فاتح. كله عايزاه لون واحد هيطلع معاكي وانتي بتقلبي كده كله لون ذهبي. وان شاء الله هيطلع معاكي بكل سهولة مقرمش ولونه ذهبي فاتح جدا. زي ما انتم شايفين اللون ده بالنسبة لي كان حلو قوي، ولا فاتح قوي ولا غامق قوي، لون ذهبي كده حلو. بقوم مطلعاه في مصفى، والمصفى تحتيها طبق. طبعا لمة العيلة، يعني هو حماية بيحب المحشي. المحشي عشان احنا على طول كل ما ننزل بنعمل محشي. والكشري، فهو بصراحة بيحب الكشري من ايدي قوي، فانا ما قدرتش طبعا اتأخر عنه. فاحلى كشري. بجد والله ممكن تاكلوه في لمة العيلة كده ولمة الصحاب، بتبقى جميلة قوي بصراحة. عملت لكم قبل كده فيديو في لمة العيلة برضو كان عن المحشي، طلع معايا ال 400 وال 500 مشاهدة. بشكركم بجد على دعمكم ليا وعلى حبكم اللي انا بقضي اليوم معاكم وبوريلكم عامل ازاي. هنا بقى ان شاء الله برضو الفيديو ده هتطلعوا لي كده مشاهدات حلوة. لان انتوا بجد تستاهلوا كل خير. بحب اجيب لكم كل يومي، واليوم بيبقى معدي وبيبقى عامل ازاي. هنا برضو كنا كلنا كعيلة بناكل كلنا مع بنتغدى مع بعض، فالمرة دي قررنا ان احنا نعمل كشري، طبعا طالما كشري يبقى انا اللي هعمله. آه ربنا يا رب يجمعكم كلكم دايما على الخير. ويا رب كده يكون كل حياتكم سعادة وهنا وفرح في وسط اللمة، وكل الناس اللي بيحبوكوا تكونوا متجمعين معاهم على خير. كده انا شلت خلاص البصل ووريتلكم وانا بصفيه في المصفى وتحتيه طبق. كل الزيت اللي نزل من البصل هستخدمه في طول الوصفه. اول حاجه بدات بالصلصه، حطيت شويه من الزيت وهحط فيه الثوم. تمام كده. يبقى اول زيت استخدمته من الزيت اللي بقى من البصل هو في الصلصه. حطيت كده حوالي ربع كوبايه من الزيت اللي كان متحمر في البصل، ونزلت عليها بثلاث اربع فصوص من الثوم المفروم.
حطيت ربع كوباية من الخل، حطيت معلقة من الكمون، نص معلقة من الملح. هقلب كل ده مع بعضه كده. التوابل بتدي طعم وريحة حلوة قوي لما بتتقلب في الخل والثوم. على طول هقوم نازلة بشفشق مليان كده ضرباه من عصير الطماطم الفريش، ومش هحط اي توابل خالص لحد ما تبدأ تخش في التسبيك. ادي حلة المية بعد ما غليت معايا، حطيت فيها معلقة مليانة من الملح. اول ما غليت معايا خالص كده رحت نازله معلقه من الملح، ونزلت بكيس مكرونه من الصغيره، حوالي نص كيلو مكرونه صغيره، وكمان نص كيلو من المكرونه الاسباجيتي، او في شعريه معوجه كده بتتباع سايبه مخصوصه للكشري، بتبقى حلوه برضو. حط كده المكرونه الاسباجيتي على المكرونه الصغيره، وهقلب تقلبتين 3 كده، وهتبقى ايدي فيها على طول. اول ما تستوي معايا هصفيها، واقول لكم بعد ما اصفيها ازاي نوصل للون اللمعه اللي بنشوفه في المحلات، وكمان الطعم المميز. الصلصه اهي بعد ما اتسبكت معايا، نزلت بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الملح او حسب انتوا بتحبوا الملح قد ايه، وربع معلقه صغيره من السكر. بعد ما المكرونه صفيتها خالص بالمصفى ونزلت كل الميه اللي فيها، بغسلها غسله نظيفه، وبرجع تاني انزلها الحله، وبنزل عليها بربع كوبايه من الزيت اللي برضو باقي من تحمير البصل. ادي معلقتين من الزيت هحطهم على المكرونه، بتدي لمعه وبتدي فرفره حلوه قوي للمكرونه. وده بقية الزيت اللي في قلب الطبق. نيجي بقى للرز. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه اهو، بقول لكم من اسهل الاكل اللي ممكن اعمله في ثواني يكون خلصان. عملت كده حوالي كوبايتين من الرز، عليهم كوبايه من العدس الاصفر، وبقلبهم ببعض كده، وبنقيهم لو فيهم اي رواسب يعني او فيها اي حاجه شوائب، وعلى طول بقوم غسلاه. وفي قلب حله محطوط فيها برضو معلقتين 3 من الزيت الباقي من تحمير البصل. شفتوا بقى الزيت بتاع تحمير البصل بيخش في بقيه المكونات، فبتدي طعم عالي قوي. حطيت عليها كوبايتين ونص من الميه، مش بزود الميه للعدس قوي، يعني هو كوبايتين الرز عليهم كوبايتين ميه، وكوبايه العدس عليها نص كوبايه من الميه عشان ما يعجنش. فكوبايتين ونص من الميه يغلوا معايا، حطيت شويه من الكمون وشويه من الملح، وكمان هحط شويه من البصل المكرمل، بتدي تست عالي قوي وطعم عالي قوي للرز. في قلب صينيه هحط فيها شويه من الزيت يسخن، برضو الزيت اللي باقي من البصل اللي انا حمرته. بعد ما سخن معايا هنزل بنص كيلو من الشعرية لحد ما احمرها وتبقى معايا لونها بني او ذهبي غامق.
جبت الشعريه وحمرتها اهو، هتنيني اقلب فيها، ما بشيلش ايدي من الشعريه خالص، علشان الشعريه من الحاجات اللي بتستوي بسرعه جدا وبتتحمر بسرعه جدا، فلو ما قلبتش صح او لو ما قلبتش حلو هتاخد معايا لون غامق من جنب ولون فاتح من جنب. بعد ما الميه بتاعت الرز غليت معايا هنزل بشويه من الكميه من الرز بتاعتي، هنزل بيها كلها في قلب الميه بعد ما غليت معايا بكل التوابل، الملح والكمون اللي كانوا عليها وشويه من البصل المكرمل وكمان عليها الزيت بتاع البصل. هقلب كده، واول ما تغلي معايا هقوم موطيه خالص وهتشوفوا شكله في الاخر عامل ازاي. وادي الشعريه كمان خدت لون معايا حلو، هنزل عليها بكوبايتين او كوبايه ونص من الميه على حسب انت عامله كميه الشعريه قد ايه، يا دوب بس الميه تغطي وش الشعريه من فوق. معلش بقى الدخان طلع على التليفون فبوظ الصوره خالص. هنزل بقى كده بالميه هتغطي يا دوب الشعريه من على الوش. حطيت ربع معلقه من الملح، ما كترتش الملح على الشعريه عشان طعمه بالملح بيبان قوي في الشعريه. بعد ما استوت معايا غليت معايا رحت موطيه عليها، واول ما تستوي معايا هوريها لكم. يلا بقى نعمل بالتوميه آه الدقه بتاعه التوم على النار، بحب اغليها قوي على النار بكل المكونات اللي فيها عشان تمتزج كده طعمها مع بعض. حطيت معلقه كبيره مفرومه من التوم، عليها كوبايتين من الميه، عليها رشه بسيطه من الكمون ورشه بسيطه من الملح، ربع معلقه من الكمون، ربع كوباية من الخل او حسب انت بتحب برضو طعم الخل قوي ولا لأ. حطيت ليمونة كبيرة. كل ده هيغلي مع بعضه كده، وهقوم على طول مفضيهم في طبق خاص بيهم. هدوق بس الطعم عايز ايه، ملح عايز خل عايز ليمون، طعمه بيبان قوي لما بتيجي تدوقيه. اول ما يغلي معايا اول غلوه حطيت شويه بس كزبره ناشفه بتدي برضو تستعلي قوي. اول ما يغلي معايا اول غلوه هقوم على طول مفضيه في الطبق. حطيت شويه من الزيت، المره دي بقى كان الزيت معايا خلص خلاص بتاع البصل، فحطيت شويه زيت صغيرين ورحت حط عليهم معلقتين من الشطه دي، الشطه اللي هي بزيت. حطيت كده معلقتين كبار من الشطه لما الزيت سخن ورحت مقلباهم كده مع بعض. طبعا مش قادره اقول لكم ريحتها بتبقى عامله ازاي وممكن تكح كتير بسببها، بس بتبقى في الاخر بتطلع حلوه شويه وهتهدى بقى خالص ومش هتطلع اي روايح خالص وهتبقى طعمها حلو. معلقتين كده من الخل. هظبط بس معاكم الكسرولة اللي بعمل فيها كده، حطيت حوالي معلقتين من الخل، معلقتين من الميه، معلقتين من دقه الثوم ودقه الكمون والليمون اللي احنا عملناها. هي اصلا اول ما تبرد هتتقل معاكي والزيت كده هيطفو على وش الشطه وهتبقى زي شطه ام زيت اللي بنشتريها من بره بالظبط في محلات الكشري. عملت كميه كبيره قوي من حبه حاجات صغيرين جدا. عايزه اقول لكم ان طبق الكشري دلوقتي بقى معدي 25 جنيه، متعرفوش ليه. ففي ثواني هتعملي ببيتك. وازاي بفرفر المكرونه اللي انا بسلقها الاسباجيتي او الصغيره، بحط عليها شويه من الزيت المتحمر فيه البصل وهي على طول بتفرفر معايا. ادي بقى شكله بعد ما خلصت. وادي الطبق بقى كبير كده، طبق عائلي فعلا لايق على لمة العيلة. وكنا لسه بقى بنرص الاكل على الصينية وهنقعد ناكل بقى كلنا بألف هنا وشفا لكل اكل منه. وده شكل الكشري بتاعي، يا رب يعجبكم ويا رب كمان الوصفة تكون خفيفة على قلبكم. دمتم بألف خير وربنا يديمكم نعمة في حياتي. استنوني في وصفات حلوة كتير ومع السلامة.